من ضمن الأسئلة اللي جات لي في قعدة ستات، واحدة بتقولي خطيبي بيعاملني وحش وبيقولي كلام سخيف ومعاملته سخيفة، بس هو حنين قوي. يعني لما بنكون متصالحين بيبقى كويس معايا قوي، لكن في الطبيعي بيعلي صوته وساعات بيقولي كلام جارح. يا ترى الكلام ده هيستمر بعد الجواز؟ أحب أقولك معلومة مهمة جدا: هو هيضربك بعد الجواز في الغالب. اي حاجه بتحصل في فتره الخطوبه او في فتره الارتباط بتزيد 100 ضعف بعد الجواز. بتزيد لان انت بتبقي ملكه. هو دلوقتي انت مش ملكه ومش متحكم فيكي ومش في بيته وبيعمل كده، امال بعد الجواز هيعمل فيكي ايه؟ الشخص اللي مش مسؤول قبل الجواز وبيسيبك تروحي للدكتور لوحدك وهو قادر يجي، نحط تحت قادر دي مليون خط عشان بلاقي هبل ان هو ما بيسيبش شغله ويجيني. لا، هو لو هو عنده شغله او عنده حاجات ملتزم بيها، لا اوكي مش ممكن نقدر. لكن يكون انا في مشكله، او انا رايحه الدكتور، او انا تعبانه وهو عنده اولويات تانية غيري او ما بيتحملش مسؤوليتي، هو اكيد بعد الجواز مش هيتحمل مسؤوليتك ولا مسؤوليه العيال. لو هو ما بيتحملش مسؤوليه امه ومش بيتحمل مسؤوليه بيته ومامي مدلعاه، اوعى تفتكر انه يتحمل مسؤوليتك ابدا بعد الجواز، او انت هتغيريه. ده مش هيحصل. لو حصل شويه في فتره الخطوبه في الاول، في الغالب هتلاقيه لو الخطوبه طولت هيخلع. الراجل المسؤول مسؤول في كل حاجه. الراجل المسؤول بيبان، الراجل المسؤول ما بيهنش، الراجل المسؤول ما بيجرحش، الراجل المسؤول ما بيتطاولش. امال في الخلافات، في خلافات باحترام. انا ما بقولش ان احنا ما نتخانقش او ما يحصلش بينا احتداد في الكلام، بس مش شتيمه، مش اهانات، مش معايره. لو ده بيحصل معاكي في الخطوبه او في فتره الارتباط، انفدي بجلدك، لانه هيزيد 100 مره بعد الجواز. كان معاكم دينا.